غادي يخرج مؤخرا واحد التساؤل واللي غادي يولي بزاف ديال الناس كيدويو عليه، واللي هو واش أشرف حكيمي كيستاهل الكرة الذهبية. وهادشي بسبب الموسم الواعر اللي قدمو أشرف مع باريس سان جيرمان واللي كان واعر بزاف، وصراحة بالنسبة لي كيتعتبر أفضل موسم لشي ظهير في التاريخ ديال الكرة. وهادشي بسبب الإحصائيات ديالو، حتى الألقاب اللي ربح، وحتى التأثير الكبير اللي كان عنده مع الفريق. ولكن واش هادشي كافي باش يربح بالجائزة؟ داكشي علاش في هاد الفيديو غادي ندويو على الحظوظ ديال حكيمي باش يربح بهاد الجائزة، والإحصائيات والألقاب اللي ربح، وحتى الإحصائيات ديال المنافسين اللي غادي يكونوا معاه واللي تا هما داروا الموسم اللي كان واعر. واخيرا هي واش اللاعب كيتوفروا فيه الشروط كامله باش يربح بها. فهادشي واللي غادي ندويو عليه في هذا الفيديو، فاسمعوا هادشي. أشرف وجهة نظري لازم يكون أحسن لاعب في أفريقيا، هو أفضل في العالم. ايه في افريقيا وجهة طبيعي. نظري. فمؤخرا غادي يخرج واحد الهاشتاغ واللي صراحه غادي يدير واحد الضجه اللي كانت كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي غادي يخرجوا صحفيين او مؤثرين او حتى صفحات ديال الكره وحتى المغاربه اون جينيرال، واللي هو هاشتاغ حكيمي بالون دور. فهاد الهاشتاغ كما قلت فغادي ينتشر بزاف في العالم، وهادشي اغلبيه من طرف المغاربه، واللي صراحه فيما مشيتي غادي تولي كتلقى هاد الهاشتاغ. وصراحه هادشي واحد الحاجه اللي مزيانه بزاف لحكيمي، واللي تقدر تعاون الحظوظ ديالو واحد شويه، وخاصه وحنا عارفين بان دائما اللاعبين الافارقه مظلومين اعلاميا، واللي صراحه ما كياخذوش كاع حقهم في داكشي اللي كيقدموا. ولكن الى هذا الهاشتاغ غادي يكبر في العالم كامل وغادي يولي بزاف ديال الصفحات العالميه كيدويو عليه، فتقدر ياثر هادشي على التصويت النهائي. بالاضافه لهادشي الاحصائيات ديالو هذا العام اللي غادي تكون احسن بزاف من شي مهاجمين، فحيت حكيمي هذا العام غادي يسجل 11 هدف وغادي يعطي 16 تمريره حاسمه، يعني 27 مساهمه هدفيه مع الفريق ديالو باريس سان جيرمان. اما مع المنتخب المغربي فهو غادي يلعب 14 ماتش اللي غادي يسجل فيهم 4 ديال الاهداف وغادي يعطي اسيست واحد. يعني في المجموع ديال حكيمي هذا الموسم كامل مع الفريق او حتى مع المنتخب غادي يساهم فيها 32 مساهمه. وما تنساش بان هذا اللاعب راه مدافع واللي تا شي ظهير في التاريخ ديال الكره غادي يدير الاحصائيات ديال حكيمي، وزيد عليها الاهداف اللي غادي يسجل ماشي بدون اهميه، حيت غادي يماركي في النهائي ديال كاس فرنسا وفي الربع وفي النصف حتى في الفينال ديال الشامبيونز ليغ، حتى في هذا كاس العالم للانديه غادي يساهم ب4 ديال الاهداف، حتى مع المنتخب غادي يسجل الاهداف اللي كانوا واعرين بزاف اللي غادي يعطيونا بسببهم البرونزيه. يعني هادشي كيبين لك بان الاداء الفردي ديال هذا اللاعب غادي يكون مؤثر بزاف واللي غادي يعاون فيه الفريق بشكل اللي هو كبير. اما بالنسبه للالقاب الجماعيه فحكيمي هذا الموسم غادي يدي كلشي مع بي اس جي، بما فيه الدوري الفرنسي، تشامبيونز ليغ، كوب دو فرانس، حتى التروفي دي شامبيون، وباقي له غير الفينال ضد تشيلسي باش يدي كاس العالم للانديه، حتى السوبر الاوروبي ضد توتنهام وغادي يكون كمل معهم السداسيه. وإلا قدر يربح النهائي في كاس العالم للانديه ضد تشيلسي فتقدر يزيدوا الحظوظ ديالو اكثر باش يربح بالبالون دور. حتى مع المنتخب المغربي غادي تحسب حتى انه عطانا المركز الثالث في الاولمبياد ديال باريس، واللي شي حاجه كان عنده تاثير كبير فيها. وإلا جينا نقارنوا هاد الاحصائيات مع المنافسين ديالو اللي غالبا غادي يكونوا ديمبيلي وحتى يامال، فبالنسبه لامين يامال فعنده 43 مساهمه هدفيه، اما عثمان ديمبيلي فعنده 50 مساهمه هدفيه، واللي صراحه شي حاجه اللي عاديه بالمقارنه ما بين واحد مدافع والاخرين بجوج مهاجمين. ولكن شو اللي مختلف هنايا هو ان حكيمي تاشي ظهير ايمن ما دار هذا الموسم اللي كان خرافي اللي قدمه حكيمي بالمقارنه مع ديمبيلي ويامال اللي بزاف ديال المهاجمين غادي يديروا اكثر من هذا الشيء بحال رونالدو وميسي. اما الحاجه اللي مورا واللي كيتباز عليها بزاف التصويت ديال البالون دور واللي هي الروح الرياضيه واللاعب النظيف، فحكيمي هذا الموسم واخا انه كمدافع فما غادي ياخذ حتى شي بطاقه حمراء، بينما غادي ياخذ غير 6 ديال الصفرات، واللي صراحه شي حاجه اللي هي قليله بالنسبه للمدافع. اما الحاجه اللي موراها اللي غادي ندوي فيها واللي هي التاثير ديال حكيمي على الفريق، فحكيمي غادي يدير هذا الموسم واحد الحاجه اللي غادي يغير فيها المفهوم ديال الظهير، لحيت حرفيا غادي تلقى اللاعب موجود في جميع المراكز، فتقدر تلقاه مهاجم وسط الميدان كيمشي للجناح الايسر، فحرفيا غادي يعطي انريكي هذا العام الحريه باش يتحرك في جميع المراكز، واللي بسبب هادشي غادي تلقاه ماركا بزاف ديال المناسبات مهمه واللي غادي يكونوا الاهداف ديالو اثروا بزاف على المباراه. ودابا غادي ندوي على اخر نقطه واللي غادي ندوي عليها بشكل اللي هو صريح، واللي هي الحظوظ ديال اشرف حكيمي باش يربح بالبالون دور. فشوف الا بغينا نشوفوا اخر مدافع اللي غادي يربح بهذه البطوله هذه فهو كانافارو في العام ديال 2006، بسبب انه غادي يربح في كاس العالم وغادي يكون القائد ديال ايطاليا واللي كان قدم موسم خرافي في ذاك العام. وعلاش لا يكون شي مدافع اخر يربح بهذه الجائزه هذا العام، خاصه الا قارنا الموسم ديالو مع الشروط المطلوبه ديال التصويت.
فكنشوفو بالنسبه لي بانه كيستاهلها، او على الاقل يكون ما بين المراكز الثلاثه الاولى، حيث الاحصائيات ديالو كظهير ايمن واعره بزاف، وغادي يربح تقريبا جميع الالقاب اللي لعب عليهم. حتى اللاعب نظيف هو واحد اللاعب اللي ما غاديش ياخذ بطاقه حمراء اولا كيتغاوت مع الحكم ولا اللعابه. يعني بالنسبه لي شنو غادي يحبسو باش ما يربحاش؟ واذا ما كنتيش عارف كيفاش كيتم التصويت، فهما كياخذوا 100 صحافي من 100 بلد اللي عنده تصنيف مزيان في الفيفا، وكيصوتوا بالمقارنه بهاد الشروط اللي قلت لكم، وكيجمعوا التصويتات كاملين. والنهار 22 سبتمبر كيتعلن الفائز بالكره الذهبيه. وصراحه الحكيمي بالنسبه ليا غادي يدير واحد الحاجه اللي حتى شي ظهير التاريخ ديال الكره غادي يديرها، وكنظن بانه تقدر يلعب الفينال ديال المونديال ما بين تشيلسي و بي اس جي، دور كبير ما بين شكون اللي غادي يربح ما بين حكيمي وديمبيلي، واللي على الاقل حاليا كيستاهل يكون ما بين المراكز الثلاث الاولى. فاخيرا كنتمنى ان حكيمي يديها، علاش لا يكون ثاني افريقي كيدي بهاد الجائزه هذه. قولوا لي نتوما في الاخير شنو كتظن بهادشي اللي قلت، واش حكيمي كيستاهل الكره الذهبيه؟ ما تنساوش في الاخير تكملوا في الهاشتاغ اللي دار ديال هاشتاغ حكيمي بالون دور، بعيتاش تقدر يزيد الحظوظ ديال حكيمي بزاف. فهذا كان هو نهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير واحد لايك، تابونا في لاشين، تبارطاجيه مع صحابك. تلاو.